اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يا مساء العافية عليكم وين ما تكونون، إن شاء الله يا رب تكونون بخير وصحة وعافية وبأحسن الأحوال. شلونكم؟ طبعا بنات هذا يجي إبليك بسبرينج، وبآخر السبرينج تجي قاعدة قلوب مثل ما تشوفون. أي مكان حابة تضيفين له إنارة، مثلا عندك زرع حابة تضيفين وراء إنارة أو فوقه إنارة، ديكور مثلا معين تضيفين عليه إنارة تبرزيه، فدشي يطلع عندك جوا درج مثلا إبليك، يعني يكون المكان بيه إبليك حتى تقدرين تخلين هاي الإنارة التكميلية بيه تجنن. أي نوعية قلوب حابين تضيفونها بيه تضيفونها بيه. سعره 1500، أخذته من المجمع من حاجة 1000، يعني حاجة 1000 حاجة 1500 وهكذا. تمام. طبعا هنا منظفان الطرمة ومرتبتها، والحديقة هيجي فاتحة عليها المي وصوت المي يجنن وزقزقة العصافير. قلت أبدا ما أفوت هاي الفرصة، راح أسوي نسكافيه وأجي أستمتع بالجو. طبعا عند الغرف الحمد لله نظيفة، من أمس أنا غاسلة شراجف ومنظفتها تنظيف عميق، يعني كل أسبوع أنا أسوي لها يعني تنظيفة كلش حلوة. المطبخ عندي ما سويت الصبح ريوق بيه، سويت لهم بالمنور. أنا عندي طباخ بالمنور أسوي عليه العشاء الريوق، بس الغداء أسويه بالمطبخ لأن يكون يا الجو حار يا هوا عالي، فما يعني أطلع لي برا أخاف على بشرتي. أسويه بالمطبخ، يكون يعني أسوي الغداء وأنظف بطريقي، يكون يعني تلميع يومية الفرد. يومية الفرد طبعا أحكي لكم على طبيعتي يا بنات، يومية أني من أخلص الغداء أعطيه تنظيفه، فيبقى ثاني يوم الغداء هو نظيف. شكو حبشكلات، شكو تقلايات، شكو شغلات كلها برا، حتى اللي يريد شاي وشي أسويها بالمنور. كلش يا بنات مفيد. أي مكان عندك خلي بيه طباخ، حتى لو تجيبيه من هاي الأغراض المستخدمة وتخليه بيه راح يفيدك، يعني تصيرين تنظفين المطبخ بس مرة واحدة. أي مكان، مو شرط اللي تسوي المطبخ حار وهوسة، لا، بس الطبخ مثلا والتقلايات حتى يبقى مطبخش نظيف، خاصة الأجواء باردة تصير والأطفال بالدوام، فتصيرين ما تلحقين. وحتى لو مثلا تنظفين المطبخ يصير ياخذ وقت هواية من قد الدهون اللي متكلسة بيه، فيصير عندك خفيف حتى لو ما تنظفينه ما بيه دهون هواي. وأنا هيجي هسه يعني مطبخي الحمد لله والشكر، من أنظف الكاونتر فوق وشي كله خفيف، يعني بس فقط الغدي. حتى الساحبة عندي الحمد لله نظيفة، أنظفها أنا إيدي بيها بس شنو خفيفة، يعني ما أخذ وقت هواية بيها. عرفت شلون؟ خلنا أسولف لكم. أمس الأطفال الحمد لله المعلمات من مداومات وباقين على دروسهم، ما أحكي لكم عن الفرحة اللي بقلبي. رأسا خلاص صبيت الغداء، صليت، ومن بعدها رحت نمت. فالأطفال ما ناموا، بقوا الظهرية قاعدين، يعني طبعا أنا لا أعطيهم لا تلفزيون ولا موبايل، هيجي يلعبون. صدقين شلون نمتي عادي أنام على أصواتهم مو مشكلة، المهم يمي مو ما يعني مو ما لازم أنا يكونون يمي. تمام، عرفتون شلون؟ ما أقدر أنام والأجواء يمي تكون هادئة، أضيعهم أصير أشك أسد الغرفة أخليهم يمي. تمام. شلون تنامين ما أدري. فبالليل ما أجاني نوم، سبحيتهم، كويت ملابسهم للدوام ثاني يوم، بس الملابس اللي كويتها مو كلها، كويت لهم يعني نص من عندها، فسبحيتهم ونيميتهم. وأنا أريد مو نمت الظهرية والنهار قصير، أريد تجيني نوم ماكو. فقلت علي من أنا ظالة هيك أحرص نفسي. قمت كملت الكوم مال الملابس، قلت حتى ما أكون لمدة يومين. النوبة إجا ببالي أنظف التخم، النوبة قمت غسلت الورد مال شو اسمه الطبلة الوسطية وميز الطعام همين ورتبته. قلت الصبح بس أغسل الأرضية. أمس أنا شو مسوية؟ حملة على الغرف نظفيتها، والملابس كلها غسلتها، والعصرية هم غسلت ملابس اللي هي إجوا من الدوام. فاليوم الحمد لله الصبح ما كانت عندي هواية ملابس، لا ما كانت عندي فد مرة يعني ملابس. السلة الحمد لله فارغة والغسالة ما بيها شي. فما أحكي لكم فرحتي إيش كبرها. ناس تفرح بالسفر، أنا أفرح بالغسالة اللي ما بيها ملابس، تخيلوا. المهم قلت الصبح بس أغسل البيت، أرتب الهول وأغسل البيت كلياته، يعني الغرف ويا الهول، وأطلع بيها للمطبخ. ما خليته هواية زاهي، سطلية مي خليت بيه شوية زاهي شوية قاصر شوية معطر، خبطتهم وبعدين طشيتهم. اجيت بالماسحة قطيت شكو مكان عندي مسحة بيهم، من بعدها نشفيتهم، همين رشيت ماي نظيف مرة ثانية، انه برجعت مسح.
همينة خليت شوية مي قليل وخليت عليه من هذا المعطر يجنن يا بنات، هذا يخبل شوية من عندي أنا، حتى عندي هواية يعني بقى. خليت شوية بالسطلية ومن بعدها عصرت الوصة مال المسح ومسحت البيت. صارت ريحة البيت تجنن ومشغلة قرآن ما أحكي لكم. طبعا الطبلات الوسطية وميز الطعام الليلة منظفتهم، ما خليت شي، حتى الزجاج كله يعني نظفت المري. رجعت نظفيتهم، ما أعرف ليش، قلت حتى نرتب على كل شي على نظافة. الكراسي مال ميز الطعام همين نظفيتهم الصبح بطريقي، لأن شنو هو خليت عليهم الليلة الملابس اللي كويتها، وقلت لازم أفرش الزولية. واحجولي يا بنات، فرشتوا لو بعدكم للشتاء؟ أنا الصراحة مترددة، ما أعرف أفرش الكاربيت لو أبقى على الزولية الصراحة. يعني إيش بيه شو اسمه الزولية، أنا من الناس اللي أكره الكاربت، ما أعرف ليش. أحس ماكو داعي إنه أنا أشيل الآثاث أنحثل بيه، يعني أشيل بيه شال عقلبي وأطبب جوا التخم وأطبب جوا ميز الطعام وأطبب جوا الميز مال التلفزيون وهكذا. ما أحس أكو داعي، ما أعرف، بعد مترددة، ساعة أقول هيجي وساعة أقول هيجي. بس أني ما أحب الكاربت، ولو تبقى عليه إن شاء الله أقنع أبو علي إنه ما نفرش هاي السنة كاربت. احجولي انتم. طبعا هسه اكو بنات يعني ما تخلي لها شبر بالبيت ما تفرشي، انا من الناس اللي ما تحب تفرش البيت كلياته. طبعا فرشت الزولي وفرشت همينة ذني الدواسات، هم كنت غسلتهم وياها، وخلي الدواسات لونهم جوزي. واخر لمسات وما احكي لكم، المحجر همين الليلة بالليل نظفته، ولو باقي يعني انا مو نمت الظهرية، لو ما طافرة البزونة على الحائط وخايفة وطابة نايمة جو بقيت للصبح. بس هاي وأروح، بس هاي وأروح، يعني بيني وبين نفسي أقول بس هاي وراح أروح أنام، بس هاي وراح أروح أنام. ها، ونظفت الأبواب. والله يعني ما أحكي لكم، أحس نومة الظهرية جابت لي يعني استفاديت من عندها بالليل الصراحة. يعني كل مرة أنا أنام رأسا، هالمرة لا، ما أعرف، صارت الأجواء تجنن. شغلت قرآن، طبعا موبايلي شغلته قرآن لأن التلفزيون ما أشغله، عندي هذا الفصعون الصغير أخليه يطلع يلعب هيجي يستنشق هسه فاتحة باب المطبخ، وخليته قدامي يلعب هناك بالطرمة برا، لأن احنا شمس ما تجينا يعني كلش قوية. يعني أساسا هسه من هسه صارت ما تطلع عنا ولا نشوفها، مجرد أشوف أنا هيجي على فوق شنو على فوق على الصحيات وخلصنا. يعني من هناك أقولها باي باي وراحت. جيت أحضر الغداء هناك، إيش خليت بنات؟ بصل، فلفل أخضر وطماطة، ضربتهم بالخلاط، من بعدها خليت عليهم معجون، خليت عليهم ثوم، نسيت أضيف الثوم من أول بداية فهرسته وضفته بعدين. خليت شوية ليمون، إذا عندك ليمون يعني هيجي ليموناية عدلة أحسن من الجاهز يا بنات. وضفت مي مال طرشي كل شي من عنده شوي حتى يصير عندي توازن. قلت لكم أنا نسيت الثوم، بعدين هرسته وضفته. وضفت بهارات، أي نوعية بهارات عندكم. وخليت عسل، العسل أنا مرات أضيفه يعني شي موجود عندي ضفته، مرات أضيفه خاشوقة شكر حتى أوازن خاشوقة المليح. شوفوا، تضيفين خاشوقة مال شكر خاشوقة مال ملح، نص خاشوقة مال شكر نص خاشوقة مال ملح. أحسن إذا عندك مثلا ما تريدين تضيفين الشكر ضيفوا مكانه شيرة، فكلش طيب يعطيش يعطيش نكهة الصوص تصير شلون الكاتشب، شايفة يعني طعمها كلش طيب. فأنا دائما هاي يعني ما أستغنى عنها، خاشوقة الشكر ويا الصوصات اللي أسوي بيها شو اسمه التباسي، أو خاشوقة شو اسمه شيرة، أو خاشوقة عسل. أنا شي موجود عندي هالمرة عسل خليتها، قيت عليه من هنا. الدجاج عندي أنا كنت مشكشكته ورشته ملح ومجمدته بالثلاجة، تمام. من طلعته ذاب دخلته همينة بالصوصة، دخلت الصوصة داخل الثقوب اللي مسويتها وخليته نص ساعة. من بعد جيت طلعته وراح أضيف الخضروات على يعني أخبطها هي والصوص سوية. وهنا حضرت البايركس على أساس إنه أصفن الخضروات بيه والدجاج. ما شاء الله تبين الكمية هواية طلعت عندي، فنقلته لغير قالب ثاني. مرات أنا الدجاج أخلي له بس ليمون وملح وشوية زيت وشوية ثوم فقط، ما أضيف له أي توابل، أشوي ويا الخضروات هم تطلع نكهتها كلش طيبة. ومرات لا أسوي له تتبيلة حسب ما هم يردون، مرات يقولون نسوي لنا الدجاج بس بالليمون وملح وثوم، ومرات ما يقولون، فأنا أسوي له تتبيلة وهكذا.
أدخلها الفرن لمدة ساعة كاملة. بس شنو إذا أنت عندك القالب ما بي إيش اسمه قبق، غلفيها بسيليفون حتى إن الدجاج والخضروات ينطبخ بالبخار كلش يعني يصير طيب. من وراء ما تخلص عندك الساعة إذا أنت مغلفته بسيليفون، وخري السيليفون وخليه ياخذ لون من فوق. وإذا أنت مثلا عندك البايركس، عاد البايركس يدخل حرارة. أنا عندي هنا الطباخ عفوا الفرن الكهربائي، أشغل عليه من فوق ومن جوا يعني بنفس الوقت، يعني هاي أخليه ساعة بالفرن بس أشغل عليه الفرن من فوق ومن جوا. إذا أنت عندك الفرن يشتغل بس من جوا وبعدين أطفيه ويشغل يعني يشتغل كل واحدة لوحدها ما يشتغلن سوية، الكهرباء عفوا الغازي، أول شي شغليه من جوا لمدة ساعة، من بعدها شغليه من فوق بس وخري التليفون. نقعت قلاصين تمن وضفت لهم قلاص الثالث عدس، يحبون هنا تمن اللي عليه العدس كلش طيب. حمست شوي، طبعا نقعته ساعة عفوا نص ساعة. حمست شوية زيت وضفته وخليت عليه المي، ومن بعدها هذا الشكل طبعا وخرت السيليفون وخليته تاخذ لون لمدة نص ساعة. سويت هاي الحبشكلات فواكه سلطة شوية عنب شوية وهكذا. هذا كان غدانا وسهمكم العافية، الحمد لله والشكر على كل شي. وطبعا غديتهم ورتبت المطبخ، ومن بعدها رحت أنا صليت. وأنا أحب الصلاة تكون على راحتي، ما أحب إن واحد يزعجني، فأنا دائما الصلاة مالتي أخليها ورا الغدا لحد ما أكون فارغة حتى يكون بالي مرتاح. حبيت أشارككم روتيني اليومي. مع ألف سلامة يا أحلى ناس.